تعالوا نشوف مع بعض بقى الحلاوة والطعامة دي. اي حد بيحب البطاطس والموزاريلا هيموت فيها يا جماعة بجد. يعني وصفة خطيرة وسهلة وما خدتش مني اي وقت، يعني يا دوب وعلى قد الايد قوي كمان. تعالوا بقى نخش على الطريقة على طول. معايا هنا بقى البطاطس بتاعتي على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا حطيتها اهو في مية عشان تتسلق، وحطيت شوية ملح بس، دي البهارات يعتبر اللي انا استخدمتها في الاكلة. نيجي بقى للشاورما بتاعتها، وانتي ممكن تحطي اي حشو انت تحبيه، ممكن تحطي لحمه مفرومه عادي. حطيت هنا بقى 7 بهارات وملح، بس انا نسيت اوريكم وانا بحط الملح. حطيت صوص باربيكيو، ده اختياري عادي بس بيدي طعم يا جماعه خطير بجد. كده انا يعتبر خلصت الوصفه، سهله وبسيطه وما بتاخدش مني اي وقت حرفيا. نيجي بقى للبطاطس بتاعتي. افتحها زي كده زي ما انتم شايفين، انا خليتها نص سوا لان انا كده كده هحطها في الفرن، فعادي مش فارقه معايا. لكن انت لو هتعمليها وتاكليها على طول سيبيها شويه في الميه. هنا انا بحط بهارات بطاطس ودي اختياري برضو، والجبنه الموتزاريلا بتاعتنا بقى ودي يا جماعه خطيره بجد، يعني دي لازم تتحط اصلا في الاكله. نحط بقى الحشو بتاعنا اللي احنا حطيناه والجبنه الموتزاريلا كده على الوش عشان تدي وش كده وطعم بيبقى خطير. انتوا كده كده شفتوه. اتمنى تعجبكم، ما تنسونيش في كل جديد. يلا باي باي يا حبايبي.